السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص فاضل ايام على رمضان اهوت، خلاص بإذن الله. ربنا ان شاء الله يجعله كده شهر خير علينا وشهر رحمة وشهر بركة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بيشوفنا لأول مرة يا جماعة يعمل جولة في القناة، وإذا لقى المحتوى بتاعنا اللي بنقدمه يستحق يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس إن شاء الله عشان يوصل له كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض كده فيديو يعني تحضيرات كده لرمضان، تحضيرات بسيطة كده بس حاجات كويسة ومفيدة، ولو اتفرجتوا عليها هيعجبكم قوي. بس خليكم معايا لحد آخر الفيديو لأن بجد في تفاصيل حلوة قوي، في تفاصيل هتعجبكم كده، وفي حاجات يعني سهلة وبسيطة واقتصادية وهتفيدنا قوي. زي ما انتم شايفين كده أنا مفرزة البسلة. أول حاجة أعملها البسلة. انا كنت في السوق لقيت البسله ب20 جنيه كيلو، ولقيتها مليانه وحلوه كده فجبت 2 كيلو. وقبل كده برضو كنت جايبه 2 كيلو، يعني طبعا انتوا عارفين ان البسله دلوقتي اسعارها بسم الله ما شاء الله، فيعني الواحد مش هيجيب كذا كيلو مع بعض، فاجيب مثلا كل ما انزل اجيب 2 كيلو واجي افرزهم واركنهم في الفريزر. زي ما انتوا شايفين الحاجات اللي هفرز بيها عباره عن البسله متقشره ومتنضفه طبعا، ونقعها برضو في ميه بعد ما غسلتها كويس قوي. هنشيلها كده من الميه، لازم دايما الخضار ننشله كده عشان اذا كان برضو بعد ما غسلناه في اي حاجه تبقى يعني ما ناخدهاش معانا واحنا بنعملها، ننشل كده الحاجه من الميه وتبقى اي بقايا تبقى موجوده في الميه. ومعايا 3 جزرات مقطعهم زي ما انتم شايفين كده، وبصلايه كبيره مخرطاها. برضو الحاجات ديت كلها كده بحطها على قلب بعضيها، وعليها معلقتين 3 من الزيت. بس كده دي كل مكوناتنا اللي هنفرز بيها. طبعا زيت كده يكون ريحته كويسة علشان يعني ايه ما يعملش طعم مش حلو فيها. الطريقة دي يا جماعة مش طريقة بقى انا واخداها من النت ولا مش عارفة ايه، ولا تجربة انا بجربها معاكم، دي اللي انا بفرز بيه طول عمري. يعني طول عمري بفرز البسلة بالشكل ده، والفاصوليا الخضراء برضه بفرزها بنفس الشكل. يعني ما بيختلفش ما بين ديت وما بين ديت غير ان البسلة بيتحط لها جزر. اللهم صل على سيدنا رسول الله. بس خلاص كده انا كده حطيت كل الحاجات، احطها بقى على النار تفضل بقى تتشوح في قلب بعضيها كده لحد ما تبقى يعني ربع سوا او حتى نص سوا. بعد كده بقت الدنيا سهله خالص. بتطلعيها بعد كده تحط لها كيس القوطه، تحط لها معلقه سمن، اللحمه تكوني سلقاها او معصجه لها لحمه وتبقى خلصت. الحاجه التانية اللي هنعملها النهارده الطماطم. زي ما انتم شايفين كده الطماطم بسم الله ما شاء الله، يعني زي الورد كده، عامله زي التفاح في وقتها دلوقتي، ويا عالم بقى في رمضان هتبقى سعرها قد ايه. المهم انا جبت دولت حوالي 6 كيلو، وبرده جايبه شويه قبل كده. يعني دي بتسهل لنا الدنيا، خصوصا ان انا بشتغل، فالحاجات ديت برضو بتبقى ايه جاهزه عندي، اجي احط اطبق الاكل في ما فيش 10 دقايق وانا واقفه، واسيبه على النار ربع ساعه ولا حاجه وخلاص على كده، وتبقى خلصت الاكل. اللهم صل على سيدنا محمد. بنقطعها تقطيع عشوائي كده، مش هحط لها اي ميه. هي تنزل ميتها على النار، وبعدين بوطي عليها وبسيبها تشرب ميتها وخلاص على كده، وابدا اعبيها وتبقى سهله. زي ما انتم شايفين كده قطعتها كلها. التقطيع دوت طبعا بيسهل معايا عمليه التسويه. هرفعها بقى على النار واوريها لكم اما تنزل ميتها وتشرب ميتها. البسله اهي، البسله كده خلاص اخدت درجه التسويه اللي انا عايزاها. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لازم نسيبها تبرد، فعشان نحطها في الكياس اللي هي الكياس التلاجة وهي سخنه، لازم تبرد. وادي برضو الطماطم زي ما انتم شايفين كده نزلت ميتها وشربتها. وهبدأ اعمل حاجة حلوة بقى لذيذة كده. الموسم بتاع الجزر دلوقتي والجزر رخيص وتحفة. جبت 2 كيلو جزر قشرتهم كده، وجبت كمان 2 كيلو برتقان. لا هما 2 كيلو برتقان على يوسفندي، الصراحة هما كانوا عندي في التلاجة، بس لما وزنتهم لقيتهم حوالي 2 كيلو.
ف2 كيلو على 2 كيلو حاجة بقى يعني مغذية وتحفة تحفة وسهلة سهولة الدنيا، وحاجة جميلة كده. نعملها أكياس كده مركزة لرمضان، وفي رمضان إن شاء الله لما نطلعها نبقى نضيف لها شوية مية. البرتقانة بصورة ما فيهوش طبعا حاجة، ما فيهوش بذر ولا حاجة، فبنقشره وبنطلع منه كل الأبيض اللي بره، وبنشيل الحتة البيضة بردك اللي جوه ديت، والحتة البيضة اللي في السرة. مهم قوي طبعا شيل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، عشان أنا مش ناوية أصفيها، أنا مش هصفيه، فلازم طبعا نشيل الحاجات ديت كلها. بالنسبة للاستفندي بقى، هو مع الجزر بيبقى لو معاه برتقان او مش معاه برتقان هو بيبقى تحفة خطير. هو بس مشكلته ان لازم تنتبهي قوي قوي وانت بتعمليه، انك تفضي منه، تطلعي منه كل البذر. طيب انا لما بشقه كده بلاقي البذر ظاهر قدامي، اوكي طلع البذر دوت خلاص على كده، لا. الفص بتاع الاستفندي مبقاش فيه بذرايه واحده، او حتى بذرايه هنا ممكن برضو بعد ما تطلعي البذر ده اللي انت شايفاه كله يبقى فيه بذر لجوه. بنعمل ايه؟ بنغوط السكينه كده، بنغوص السكينه في كل واحده منه، بحيث ان لو في اي بذر يطلع. طبعا البذر ده لو انا حطيته في الخلاط وضربته هيمرر لي الدنيا ويبوظ لي الحاجه اللي انا عاملاها كلها. حاجه غاليه خساره. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبه لل2 كيلو جزر، انا حطيت عليهم كوبايه واحده بس ميه، كوبايه واحده ميه، لان انا عايزاه مركز زي ما قلت لكم. وحطيت كده حوالي كوبايه صغيره من السكر. بعد كده بقى انت لما تخلصيه عايزه يعني تحطي له سكر تاني قبل ما تفرزيه، اوكي. عايزه تشيليه زي ما هو كده اهوت، وبعدين تبقي اما تطلعيه من التلاجة تبقي تزودي السكر او هتشربيه كده، انت حره، دي بتاعتك بقى، مش هتفرق خالص. بسلق الجزر لحد لما يتهري خالص. دي بقى الطماطم اضربها كده بالهاند بلندر بسرعة كده، يعني طبعا انتوا عارفين الهاند بلندر اسهل من الخلاط كده على طول، يعني هو في نفس الحلة وكده. اضربها ضربة كويسة. اللهم صل على سيدنا محمد. الجزر بقى استوى، برضه هعمله بالهاند بلندر شويه، بس معلش مش عارفه قوي اتمكن، عشان ببقى وانا ماسكه الهاند بلندر ماسكه التليفون برضه، فمش عارفه اظبط الدنيا قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. ليه بقى انا بعمله بالهاند بلندر وانا كده كده هحطه في الشفشق؟ انا قلت بس ايه يعني انعمه شويه كده، بحيث ان انا مش عايزه احط ميه كتير في الشفشق، في شفشق الخلاط يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، عشان يفضل مركز زي ما قلت لكم، ياخدش مساحه كبيره في التلاجة، وبعدين لما نطلعه نبقى نظبط القوام زي ما احنا ما عايزين. حطيت بقى شويه من الجزر، حطيت يعني بصوا اقل من نص كوبايه ميه هتتحط على كل الكميه اللي انا هعصرها، اللي انا هضربها يعني في الخلاط. نحط بقى اليوسفي دوت برضو، يعني برضو وانا برضو بضغط عليه بايدي كده اشوف لا يكون فيه اي بذره، مش عايزين اي بذر، مش عايزين اي حاجه تبوظ لنا الوصفه الجميله المغذيه ديت. فبرضو وانا بحط يعني انا متاكده ان انا طلعت منه كل البذور، بس برضو بتاكد. مهم قوي يا جماعه، عشان كده انا باكد عليها قوي. شويه برتقان على شويه يوستفندي على شويه الجزر على ندعه الميه، واضرب واخلص الكميه كلها ونشوفها مع بعض اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه، كميه حلوه، الله اكبر. يعني تتفرز وتتحط في قلب الفريزر. وزي ما انتم شايفين كده انا ما اخدتش يعني ما كملتش نص كوبايه ميه، والكوبايه اللي حطيتها في سليق الجزر يبقى الكميه كلها ما كملتش كوبايتين ميه على 2 كيلو جزر و2 كيلو يستفندي مع البرتقال. عبيته زي ما انتم شايفين كده، وعملت لنا كمان كوبايتين كده، خففتهم شويه زي ما انتم شايفين. حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه قمر وحاجه مغذيه وحاجه حلوه، وعدت هتتحط في الديب فريزر. واللهم صل على سيدنا محمد، وقبل الفطار كده بساعه ولا بساعتين نطلعها تفك،
نزودها شويه ميه وشويه سكر لو عايزين، وخلاص على كده. البسله زي ما انتم شايفين اهو، وزي ما قلت لكم والله البسله ديت انا بعملها طول عمري، حاجه يعني ممتازه. لو قعدت عندكم سنه ولا قعدت اكتر طلعيها كانها لسه جايباها دلوقتي. وادي الطماطم مفرزاها اهيت، او حطيتها في الاكياس. حبيت الاكياس بس حبيتها كميات شويه، ما كانش عندي يعني اكياس كتيره.